خليني اقول لك سر طلبه كتير جدا في امتحان الديجيتال سات في الماث مش عارف، وهو ان الامتحان الديجيتال سات ده امتحان اسمه ادابتيف تيست، يعني امتحان مش ثابت، امتحان بيراقبك من اول موديول 1، يا اما سكورك هيعلى يا اما هينزل سكورك للارض. امتحان موديول 1 ده مش امتحان سهل ولا محتاج عبقريه، امتحان فيه اسئله ايزي وميديوم وهارد، كل اللي طالبه منك انك تكون مركز كويس قوي في السؤال وتقراه للاخر بتركيز وعندك سرعه بديهه وقوه ملاحظه. ما تستهينش بموديول 1 لان كل الطلبه بتقولك ده سهل جدا، ده هو ده اللي بيحدد سكورك. عشان كده طلبه بتوعي بفضل الله بيجيبوا سكور اعلى من ال700 من اول محاوله. ليه؟ لان تركيزهم كله على موديول 1. لو حلينا موديول 1 وقللنا الاخطاء قد ما نقدر هيجي لنا موديول 2 صعب جدا، وده انديكيتور ومؤشر رائع. هتبقى انت جوه الامتحان بتحل بمنتهى الطمانينه لان عارف ان سكورك خلاص عالي، هو حدد سكورك انك عديت. لكن لو جالك موديول 2 سهل كده انت في مرحله الخطر، سكورك ساعتها مش هيكون عالي. فعشان كده دايما بنبه الطلبه بتوعي، وده سر من اسرار انهم بيجيبوا سكور عالي من اول مره بفضل الله، ان بنحط تركيزنا كله في موديول 1 عشان نعدي. عشان كده دايما بقول لك اللي هيقرر طريقك في الامتحان هو موديول 1، وهو اللي هيحدد هيعلي سكورك ولا هيقفل لك السكه من بدري. اي سؤال، اي استفسار، اي مساعده، مسجات الصفحه او الرسائل اللي هيظهر لك على الشاشه.